السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد ووصفة جديدة بإذن الله. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم ويلقاكم بأفضل الأحوال. اليوم غنبارطاجي معكم هاد الكيكة هادي اللي بمذاقات مختلفة وطريقة جد بسيطة وسهلة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وندوزو نبداو بسم الله على بركة الله. غادي نقول لكم المقادير اللي غنحتاج في هاد الكيكة. المهم غادي نحتاج 2 كيسان ديال الدقيق، المهم الدقيق الخاص بالحلويات، كاس ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الشوكولات محكوك، المهم الشكلاط يكون زوين ولا ما كانش واخا ديروا العادي. غادي نحتاج هنايا 100 غرام ديال الشوكولات اللي هو محكوك. هنا عندي 80 غرام ديال الكركاع مخلط مع اللوز كومكاسي. المهم اي حاجه د المكسرات اللي عندكم ديروهم. هنا 3 ديال البيضات بدرجه حراره الغرفه، 2 ديال ساشيات ديال خماره ديال الحلوى اللي ما يعادل 16 غرام. غادي نكهه بالسكر ديال الزهر كما كتشوفوا، زهره البرتقال. المهم غادي نحتاج 2 معالق الحليب و2 معالق ديال الزيت و3 ديال الموزات كما كتشوفوا. المهم في هذا الحجم هذا راه ما كبارينش بزاف، في نفس الوقت يكونوا طايبين بحال هذا الشكل هكا. فغندوزو ان شاء الله لطريقه العمل. بسم الله. اول شيء خديت هذوك 3 ديال البنانات او الموزات، وخديت هاد الشوكه او الفرشيطه وبقيت كنمعسهم، ومن الاحسن يكونوا طايبين باش هكا تيساعدونا. بعد ما غادي نمعسهم غادي نخليهم على جنب. غادي ناخذ البول اللي غنخدم فيه الكيك، ضروري من قبصه ملح باش تتعدل لينا الذوق. وخديت دوك 3 البيضات اللي بدرجه حراره الغرفه دائما باش هكا تيبقى لنا الكيك مهوي. كناخذ داك الفوي، يعني هاد الكيكه ما كنحتاجوش فيها طراب كهربائي. ضفت سكر سنيده كاس، ودائما العبار بكاس العنبه. كنخفق داك البيض، ضفت ديك الساشيه ديال زهره البرتقال. هاد الكيكه غادي تكون منسمه بالزهر. المهم تنخلط كيما شفتوا داك البيض مع السكر سنيده كيتجانسوا. من بعد غادي ناخذ 2 معالق ديال الزيت، وبنفس المعلقه غادي نعبر 2 معالق ديال الحليب، يعني ما كنديروش فيها اكثر من 2 معالق من السوائل. وكنخلط مزيان باش كينسجموا مزيان هذوك المكونات. من بعد غادي نضيف داك 3 ديال البنانات اللي معست وكنخلط مزيان. ومن بعد هذوك المكسرات اللي قلت لكم 80 غرام مخلطه ما بين كركاع ولوز، و100 غرام ديال الشوكولا اللي محكوكه. ومن الاحسن الا كان شوكولا جيده، ما كانتش ماشي مشكل، يعني اي شوكولا متواجده عندكم في المنزل. من بعد ما كنخلط هاد المكونات كاملين غادي نضيف الدقيق الكاس الاول، وضروري ما كنغربلوه باش كنتفاداو من داك الكتل ديال الدقيق ما كيجيوناش في داخل الكيك. وغادي نضيف 2 اكياس ديال خميره الحلويات ما يعادل 16 غرام. وكنستمر وانا كنخلط في داك الدقيق باش هكا تيتجانسوا ليا دوك العناصر كاملين. والمول راني موجداه اللي غادي ندير فيه هاد الكيكه. دائما كنوجد المول هو الاول عاد كنبدا الكيكه، ندهنوا بالزبده وكنرشوا بالدقيق كالعاده. المهم تنخلط مزيان. بالنسبه لهاد الكيكه هذه كنديروا فيها غير 2 كيسان ديال الدقيق كما شفتوا، وبديك المكونات اللي فيها كيجينا بحال راه شويش ثقيله، ولكن هي غير بديك المكونات فهي راها كتجي مهويه وخفيفه. كنجمع داك الجنيبات في السباتولا ونعاود نولي نخلط باش كنتفادى يعني ان يكون شي حاجه ديال الدقيق صافي. وكنجيب المول اللي حضرت منه بالاولى وكنفرغ فيه داك الكيك، ودائما تنهزو يدينا للفوق باش هكا تنحافظوا على داك الهواء اللي تيكون في داخل الكيك. وبالنسبه للفران حتى كندخل الكيكه عاد كنشعلو على 180 درجه وطيب 45 دقيقه. كنخبط شويه داك المول باش كنتخلص من ديك الفقاعات. ومن بعد 45 دقيقه كتخرج الكيكه على هذا الشكل كما كتلاحظوا.
صراحة كتجي زوينة وكتاخد لون موحد. غادي نخليها ترتاح واحد شويه وغنديمو ليها. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، يعني كتجي طالعه ومهويه ورطبه، ما كتحتاجش اننا نسقيوها. غادي ندوز نصاوب معكم ديك الكريمه اللي غادي ندير فوق منها. بالنسبه للكريمه خديت داك الحليب اللي بقى ليا، يعني داك 500 ملل، خديت منها 2 معالق. درت 3 ديال المعالق ديال سكر سنيده. ديك المعالق عندي ما كبارينش بزاف، الا كانت المعلقه كبيره نديرو غير 2 معالق. بالنسبه للنشا خديت 2 معالق بومبي، وغادي ندير سكر ديال الزهر، ديال زهره البرتقال، باش كنبقاو محافظين على نفس المذاق ديال الزهر. غادي نخلط هذوك المكونات مزيان حتى يتجانسوا. غنديرهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى كتعقد ليا ديك الكريمه وكتولي على هذا الشكل. صافي هنا غادي نطفي عليها وغادي ندوز مباشره نفرغها فوق الكيك. بالنسبه لهاد الكريمه غادي نخلي منها واحد شويه، المهم كنوزعها كما شفتوا بالظهر ديال المعلقه على داك الوسط ديال الكيكه. المهم خديت داك شويه ديال اللي بقى ليا الكريمه، ضفت له بودره الكاكاو باش كنحصل على كريمه هكا. عفوا على المقطع اللي تقطع ليا، صراحه ما كنتش دايره كيتسجل. درت داك الخط كيما شفتوا دائري بحال هذا الشكل هكا حاله زوني. من بعد غادي ناخذ عود شواء وكندير داك الخطوط، وخديت اللوز كومكاسي ودرتو هكا في الجنيبات مع داك الوسط باش هكا زينتها غير تزين يعني خفيف. من بعد دخلتها للثلاجه تقريبا هكاك واحد نصف ساعه، غير لما كتشد مزيان مع هذيك الكريمه وكتبرد، وعاد كنقدموها. كما كتلاحظوا يعني كيفاش كتجي كتعطي عطيه واحد كتجي فيها واحد البريون زويون في الوجه ديالها. غادي نقطع معكم واحد المغصو باش تشوفوا ديك الوسط ديالها كيفاش كيبقى فيه باين فيه داك المكسرات اللي درنا فيها مع داك الشوكولا. بالنسبه للشوكولا راه ما كتذوبش، كتبقى هكاك باينه في قلب منها طريفات. غادي نوضح لكم مزيان في الكاميرا هانتوما. وبالنسبه للكيكه كتجي رطبه، يعني قلت لكم ما كنحتاجوش اننا نسقيوها. انتم شوفوا كيبين فيه هذاك المكسرات مع داك الشوكولا. فكنتمنى ان هاد الكيكه هذه اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم ومن التعاليق الزوينه، وكنشكركم بزاف وكنقول مرحبا والف مرحبا للناس اللي انضموا جداد للقناه ديالي.